السلام عليكم. درس ما يعول دروس تفسيري أمي دس سورة الفاتحة بكن. سورة الفاتحة سورة مكية يعني بيشة هجرتي خد تعالى نزلانديا. سورة الفاتحة نافي معنى فاتحية فاتحة دسبيكا هرتشتي زماني قرآني ده فاتحة كل شيء دسبيكا به بجا شما هاتي نافي بيا فاتحة. طبعا أمزانن إنه القرآن بهاتيا ذكرن دسبيكا قرآنية خد تعالى بجارتيا أو سورة هني نيا حمش قدر اشترى نشيا حمش كورترجي بس خد تعالى أو سورة هني بجارتيا كريا دسبيكا قرآني ده وكا حشكو جانا بكتب وقت متذكن قرآن في سورة الفاتحة حش قرآني را وكا تشيا وكا مقدمة قرآني وقتنا تكتب خاص إيه كذا كتابة تخويني زاني وقت كتابة كي تخويني تدي يه نوسكاري وكتابة بيشيا كبت كتابي ده ولي بحث قرآن أمجنده يعني مقدمة قرآن مقدمة وكتابي بحثي كريا أف كتابش مش برشدينا يا هدفه يشيا شتى ده هي ولي وكا ناس كرنا كده ده مو بيشات بكبت كتابي ده بيجا أفاني سورة الفاتحة جي قال علماء بجن وكا مقدمة قرآنية يعني شاملة موضوع قرآني حميت ده هنا ولي مو معناك عام تدبي مو تشتكى خوش وقالك ما اظن مجرد بي مو حاضر دكي اشتشني مصدر ده سورة الفاتحة سبب كديجي نافي هاتي فاتحة شبو تكون ميجي هر ركعة كات دكيت ميجي ده او ركعات دسبيكاوي سورة الفاتحة باش ما فهنيجي سببه هني انه اول سورة القرآن بيروز ده نيف صدو شهر ده سورة ده وهر ركعات بيت فاتحة بخوني وهر التكرار دكي ابي ببي سببك اش مرة اش مسلمانة رش غيري مسلمانة را قال كي سر بسورة هني ام بسكنن ام بشخور معناه فكرن كتشد في سورة هني ده هي نافي بن بس نافي سورة الفاتحة قال لك نافي ديجي هاتنا لكرن اننا سورة الفاتحة يا ام الكتابة 7 المثاني سورة الحمد يعني حتى قال لك هني كتابة عندنا نزدي دوزدا نافي سورة الفاتحة هاتنا ذكراندن. مقصد سورة الفاتحة توحيد الله تعالى وتعظيمه بالثناء يعني مو خد تعالى ناصبك مو وحدانية خد تعالى ناصبك صفاتي يقف الفاتحة تقيني زاني دس هرسي آية أول حمي سر خد تعالى يا دي حوجة بينك محيا أم خو حوجة دعات كنشخورة وش خد تعالى بجا سورة الفاتحة إذا التوحيد هذا ومو خدت ما بخدت على دي ناس كرن دس بيكاوي وما شمرة دي خيا كرن تشتا هر مظن حياته داتا دي عبادة خدت على بكي فعل قنج بكي أو فعل خدت على جرازي حمد بعبادة وتي نكاري بعبادة بكي إلا بأمر أريكاري خدت على أمتي دبيجن وتاليا ويجي خدت على شمرة دي خيا كرن أنواع إنسانة في دنيا دا وتشنا وعيش هيترن وقدري هماتا خماتا تكاتك كيجان وإنساناي وقالك تشلي دي خد تعالى القرآن سورة الفاتحة دهنا إن شاء الله التفسير ده مش خارج بحسبكم فضل سورة الفاتحة خيرا وبيغمبر عليه السلام حديثك واردة حديث صحيح بخاري ده أنه بيغمبر عليه السلام قلت يا أعظم سورة في القرآن الكريم جاء الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة بيغمبر قلت يا أباني يا هر مظن هر عظيم سورة نفس سورة القرآن ده وقت قرآن نزلي بيجي ملائكة قد بيغمبر عليه السلام ومزجين يا مشترى يا محمد إيرو درونا هي جلكي مظل سرتن هاد نزلاندن اجوارو وكا وارونا هي سرتك سينات يا نزلاندن نسر بيغمبر بيشاتا حتى سرت خوجي جواشي ترنا نزلاندن بو بيغمبر سام قلت تشنا في سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة أو جي خيرا كاوية قالك مظنان حدثني دي قالك حديث أنا سر سورة الفاتحة سر خيراوي بيجا إن شاء الله بخير وسلامات أمي درسي وري أمي درس تفسيراوي يمكن ساعة واخش السلام عليكم ورحمة الله.